يا اختي كده اللي انت جايبه لنا ده ايه ده يا هال؟ بنطلون؟ جايه مكلفه نفسك وشايله ومحمله عشان بنطلون؟ ده انا مخليه بنتك مش عايزه حاجه يا هال. ايه شهوده؟ ايه شو انت نازله ولا ايه؟ رايحه فين؟ خارجه مع صحابي. ماشي مش كنت قايله لك؟ ماشي، طلبت لك صوت تحفه. ايه ده بجد؟ تحفه تحفه تحفه. انت عارفه بقى لبس الصيف بقى وكده. ايوه عشان غيري وتنزلي بقى. بصي خدي بقى الفلوس دي معاكي كده عشان وانت خارجه شوفي انت عايزه ايه. طيب ماشي. ماشي حبيبتي. مش عايزه حاجه وانا جايه؟ ابرني عليا لو احتجت حاجه هقول لك. وشوفي انت عايزه تتعشي ايه ولا ايه وهاتي. انا هتغدى بره بقى. ماشي وانت جايه شوفي برضه انت عايزه ايه هاتي. مين دي؟ ماما. وبتتصل بيكي ليه؟ ما اعرفش، تلاقيها عايزه تسال عليا او حاجه. بتتصل بيكي يعني مش كالعاده يعني. مش عارف. هي كده كل فتره تلاقيها بتتصل. حنينه. ممكن عايزه حاجه او حاجه. انت عايزه حاجه؟ لا يا حبيبتي ربنا يخليكي. انا نازله بقى. بقول لك ايه، انت هتكلميها؟ يعني لا خلاص مش هكلمها بقى، ما هي الرنه خلصت مش هرن. ماشي. اوعي تسيبيني يا شهد تقول لك تعالي معايا ولا روحي ولا تيجي وتسيبيني. اسيبك اصلا؟ هي اقعد معاها فين يعني؟ مش شايفه هي قاعده فين. ماشي يا شهد. قلت اقعد معاكي مثلا. ماشي. هي تتصل يا اختي بيكي، هي تقول لك تعالي ولا روحي ولا اعملي، هي لاقيه مكان تقعد فيه؟ مش مهم بقى، هي تلاقيها عايزه حاجه. وبعدين يعني ما شاء الله ده انا ما شفتهاش مره داخله عليكي كده ببنطلون ولا داخله عليكي بتيشيرت ولا جايبه لك حاجه. معلش برضه انت عارفه الظروف وكده، ممكن يكون ظروفها وحشه. هي على طول ظروفها وحشه مش بتشتغل. هي سايباكي ليا خالص يا شهد. ملوش لازمه يعني كل شويه عمال اتصل بيكي الحنيه الزايده دي. لا اصلا مش هكلمها. ماشي ايوه كبري دماغك منها. أيوة. عشان ما تقعدش تاثر عليكي تقول لك تعالي لي ولا روحي لي. اروح لها فين؟ ما انت شايفه يعني، ما انت لسه قايله ما عندهاش مكان تقعد فيه، انا اروح اقعد فين برضه؟ ماشي يا شهد. خلاص كبري دماغك. عايزه حاجه انت؟ عشان انا ما برتاحلهاش اصلا يا شهد. انا بلاقي رقمها على التليفون عندك بعيد عنك، انا ما برتاحلهاش. ما اعرفش ليه. ده انت بنتها الوحيده حبيبتي، المفروض يعني تحطك في عينيها اي مكان هي رايحه فيه تاخدك معاها فيه، لكن هي سايباكي اسهل ليا على طول، وانا اللي قايمه بمصاريفك وقايمه بحالك. وبعدين اساسا ده هي كانت بتطفشها ابوكي، هي فظيعه. هي امك دي اساسا ما تتعاشرش. فيا حبيبتي كويس ان انت قاعده معايا، وكبري بقى دماغك منها لما اتصل بيكي تاني ما ترديش عليها. كبري دماغك. ما بردش اهو. انا اعرف يا اختي الام منين ما تروح تاخد بنتها معاها. دي كل شويه حبيبتي قال ايه ابوكي مزعلها تاخد بعضها وتمشي، قال ايه ما اعرفش ما جابلهاش ايه ما عملهاش ايه، وتتلكك وتاخد بعضها تمشي بالاسبوعين، تغير لها جو وتجيب بعضها وترجع تاني. وبعدين ده انت بنتها الوحيده، ده المفروض تحطك في نن عينيه اساسا. في اي مكان هي رايحه فيه تاخدك فيه، ما ترمكيش كيدز. الله يهديها ويصلح حالها بقى، هي حرقت دم على الفاضي. ماشي حبيبتي قومي يلا شوفي انت هتروحي فين. مش عايزه حاجه؟ لا حبيبتي ربنا يخليك ما تاخريش يا شهد. ولما رن عليكي ما تعمليش تليفونك صامت، بيردي عليا وما تتصليش بيها. حاضر. اختي انا مش عارفه ايه الامهات دي، حنيه على الفاضي بالاسم بس، كل شويه رايحه وبتغضب وبتروح وبتيجي وسايبه بنتها ليا. ده بنتها الوحيده، هي عندها 10. انا ما صدقت ان هي اتطلقت ومشت وسايبه لي البيت اهي دلوقتي برضو تلف وعايزه تاخدها برضو. انا مش عارفه خلاص اهرب منها ديت ازاي. يلا بقى ربنا يسامحها مطرح ما هي قاعده. مين؟ البنت قالت لي انا هتغدى بره، هي لحقت تكون خلصت وجت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا. اتفضلي. ايه يا اختي المثل بيقول لك لاقيني ولا تغديني. اتفضلي اتفضلي. هي شهد فين؟ بتسالي عليها ليه؟ بسال عليها ليه؟ انا امها على فكره. ماشي ما انت سايباها لي. سايباها لك ازاي؟ ما انت سايباها لي خالص وانت خدتيها معاكي. وانتي لما ولا انت اساسا تعرفي عنها حاجه؟ اعرف عنها حاجه؟ جايباها فين يا حبيبتي؟ وانا كنت هاخدها اقعد بيها فين؟ وانا قاعده هنا عند اخويا شويه وعند اخويا التاني شويه، اروح بيها فين؟ والله يا اختي انا اعرف ان الام حنيه تاخد بنتها مطرح ما قاعده. والله يا حبيبتي انا مستنيه ربنا يكرمني واجيب شقه وهاخدها، وانا فكرك ان انا هسيبها لك؟ تاخديها بتاعي يا حبيبتي. لا هاخدها دي وانا اربي واكبر واصرف واعمل وانت تيجي تاخديها على الجاهز؟ هاخدها. تاخديها ليه يا ماما؟ لا هاخدها. تاخديها ليه يعني؟ انت اصلا شربتهولي من كعاني، اذا كنت انت ولا اخوكي.
شربتلك من كعكة ازاي؟ انا اللي خلاني مشيت وطفشت من البيت واتطلقت بسببك انتي. وانا كنت عملت لك ايه يا هاله؟ اسالي نفسك ليه عملت لك ايه؟ انت دايما شايلاني فوق دماغك وزعقه يا هاله. انا والله بالعكس كنت مش عارفه بقى دي غيره ولا حقد ولا ايه؟ ممكن ابقى غير منك. ليه يا اكيد اختي؟ اكيد، ما انا عامله لك ايه يا اختي؟ انت وجوزك قاعدين في قلب شقتكم وانا مالي بيكم. ده انت كل شويه كنت نازلالي، ده انت طفشتيني من البيت، ده انت كرهتيني في العيشه واللي عايشينها. اتلككي يا هاله. اتلككي؟ يعني لا يا كل حبيبتي. اسبوعين يا هاله واخده بعضي. قال ايه؟ اصلك اخويا ما سابليش مصروف. قال ايه؟ ما اعرفش عمل لي ايه. يا بنتي ده انت بتغضبي قد ما مش قد ما بتقعدي في بيتك. بغضب من مين يا شيماء؟ معرفش مش منك حبيبتي. ومن عمايلك السودا؟ مش عرفني بقى من مش عمل منك ولا مش منك؟ طول عمرك مقويه بنتي عليا، تقولي لها امك ابقى خليتي البت خلاص هتكرهني او بتكرهنا الله اعلم. كله منك انت. انا مش مسامحاكي، انا مش مسامحاكي على اللي انت عملتيه. يكون في علمك انت السبب. انا مش عارفه ارد عليكي والله يا هلا. لا ما ترديش والله يا حبيبتي، لو انت ام حنينه كنت زمانك شربتيه لبنتك الحنيه، ومهما انا اقول لها تقول لي امي، مهما انا اقول لها ده امك وامك هتقول لي لا ده امي. لكن انت ما شاء الله عليكي يا هلا، انت كنت بتسيبها لي يا حبيبتي، كان مهننك وشغال وعامل انت كنت بتتلككي له يا هلا. خلي بنتي ما تردش عليا يا شيماء. ما تردش ليه؟ عليك يا هلا. ما تردش عليك. انت رمياها يا هلا. رمياها؟ رمياها غصب عني، مش لاقي حته اقعد فيها. مش ما كنت قعدت في بيتك يا حبيبتي وبيتك يا ماما كنت استحملتي زي معاكي واحده انت؟ ست. لا ده انا عندي اقعد في الشوارع ما اقعدش معاكي. خلاص يبقى بنتك معايا بقى، ما تجيش دلوقتي بقى لما تقعدي وتستقري تقولي بنتي، ولما يبقى ما انتش لاقيه مكان تقعدي فيه تقولي مش بنتي، خليها قاعده معاكي. لا انا مش قاعده لك استبن حبيبتي. بقول لك يا هلا ما تحرقيش بقى معايا كتير. خلاصه الكلام يا اختي، انت عايزه ايه؟ انا جايه لبنتي. جايه لبنتك؟ بنتك مش موجوده. ايه الجبروت والجبرطه اللي انت فيها والحقد اللي انت فيها ده؟ طول عمرك حقوده كده وبتغيري مني مش عارفه ليه. طب انت نصيبك ان انت ما اتجوزتيش، ده مش ذنبي. كنت لما تشوف اخوك يجيب لي حاجه ولا يقول لي كلمه حلوه كانت النار بتهري كده وتنكت فيكي. ده مش ذنبي. انا مالي. والله ما اتعلمت الحقد والغل ده غير منك يا هلا. لا والله انا مش حقوديه بجد للأسف. والله بجد حبيبتي والله. عارفه انت يا هلا، لو انت ام كده وكويسه انا كنت اصبر مع جوزي في اي وضع كان. لو عمل فيا ايه بالذي عشان خاطر بنتي دي بنتي يا هلا، هي ولد عشان تربيها وتاخدي بعضك وتمشي. انت عشان ما اتجوزتيش بس يا شيماء. يبقى انا لو انا يعني انت بتقولي دلوقتي عشان ما اتجوزتيش المفروض ما ابقاش حنينه بقى، المفروض تبقى انا اللي قادره. لا انت المفروض تبقي انت الحنينه. لا بالعكس، الام الصالحه. لا انت عشان ما اتجوزتيش الحقد والغل كان من ناحيتي انا. كنت متغاظه. جايز يا هلا. انت عايزه ايه هلا دلوقتي؟ مش عايزه حاجه عشان كنت جايه لبنتي. جايه لها ليه؟ جايبه لها حاجه. ايه الحاجه اللي انت جايبها لها؟ جايبه لها هدوم. وريني يا اختي كده اللي انت جايباه لها. ده ايه ده يا هاله؟ بنطلون؟ جايه مكلفه نفسك وشايله ومحمله عشان بنطلون؟ ده انا مخليه بنتك مش عايزه حاجه يا هاله. روحي يا حبيبتي خدي شوفي انت جايباه منين، روحي رديه وانت اولى بفلوسه. يلا حبيبتي. انت بتكرشيني بالذوق. انا مش بكرشك، انا بقول لك انا مش مخليه بنتك عايزه حاجه يا هاله. يا هاله ده انت المفروض تيجي تشكريني. انا قاعده بنتك بربيها لك وبتتعلم وباكلها لك وبشربها لك وبصرف لك عليها يا هاله، كمان جايه تامري عليا يا هاله ومش عاجبك؟ اتامر عليكي؟ لا انت فعلا طول عمرك قليله الذوق. توكلي على الله وحقوديه. توكلي على الله حبيبتي. والغل كان ماسكك يكون في علمك يا شيماء انا هشتغل وهشقى لغايه ما اجيب شقه وبنتي هاجي اخدها منك. ربنا يا حبيبتي يقويكي. بقابليني ان شاء الله. ان شاء الله حبيبتي ابقى اقابلك. شوف اقابلك فين وانا اقابلك. ماشي يا حبيبتي ان شاء الله بقول لك. مع السلامه. ده ايه البلا الازرق ده يا اختي؟ قاعده ببتها بربها لها واكبرها لها واعملها لها ومش عاجبها كمان جايه تتامر. احمدي ربنا ما رمتهالكيش، كنت زمانك انت وهي في الشارع. ده ايه البلا الازرق اللي الواحد فيه ده يا اختي؟ بيعمل الخير ويتقلب علينا بشر. كده يا شهد، كده ما عرفتيش تكلميني يا شهد ولا تردي عليا. طب ردي عليا طيب. ليه كده يا بنتي؟ استغفر الله العظيم يا ربي. الساعة كام؟ ايه ده؟ شهد بترن والتليفون صامت؟ طب انا ما جيتش جنبك صامت ليه؟ ايه يا حبيبتي؟ عاملة ايه يا شهد؟ وحشتيني. انا رنيت عليكي وانتي ما ردتيش على فكرة. عمتك كانت قاعدة جنبك يعني؟ طب كنتي ردي عليا يا شهد، خشي اي اوضة ردي عليا. قلقتيني خالص يا بنتي. المهم انتي عاملة ايه؟ انتي وحشتيني خالص.
خلي بالك انا هاجي قريب ان شاء الله هاخدك يا حبيبتي. انت عارفه ان انت عشان انت بعيده عني انا تعبانه وجالي السكر يا شهد. ايه يا حبيبتي؟ لا يا حبيبتي اسمعيش كلام، انا ما رميتكيش يا شهد. انا بس عشان ما كنتش عارفه ان انا هاخدك فين يا حبيبتي. لكن ان شاء الله هجيب لك الشقه واكتبها لك باسمك وهتبقى شقتنا يا حبيبتي ونقعدوا براحتنا. انت عارفه ان انا اشتغلت وتعبت وشقيت والحمد لله، يعني جمعت ملمين مع الورث اللي انا ورثته، والحمد لله نجيبوا شقه جميله ونفرشوها ونعيش انا وانت يا حبيبتي، محدش يتحكم فيكي ولا فيا. خلاص يا حبيبتي ماشي يا شهد، هجيلك ان شاء الله قريب. لا انا جيت وجبتلك بنطلون معايا وعمتك ما رضتش رميتهولي. انت لسه فاكره ان ليكي بيت وراحت رميالي البنطلون. ما هو كان على قد يا حبيبتي، بس ان شاء الله هساعدك يا حبيبتي، وان شاء الله نبقوا كويسين ومش هنحتاجوا لحد ابدا. خلاص يا قلبي ماشي، يلا حبيبتي، لا اله الا الله. ما تعيطيش بقى، هشوف، ما تعيطيش ماشي. هجيلك يا حبيبتي واخدك، انا عارفه. ما تعيطيش يا حبيبتي، ما تعيطيش، خليتيني اعيط يا شهد، انا مش مستحمله، انا تعبانه لوحدي. خلاص يا حبيبتي، يلا حبيبتي، لا اله الا الله. مع السلامه. طول عمرها مفتريه وجبروت عمتها طول عمرها مفتريه وجبروت، مقويه قلبها. امك على طول سايباكي، امك على طول مش عارفه ايه. ليه الغباء ده؟ استفدتي ايه يعني لما فرقتي بيني وما بين بنتي وبين ابو بنتي؟ ليه كده؟ ليه؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يا شهد يلا يا حبيبتي، المحلات هتقفل يا شهد. يلا يا قلبي، يلا بينا، يلا. السلام عليكم. ازيك يا شهد؟ عامله ايه؟ وحشتيني، عامله ايه يا شوشو؟ تعالي يلا خش. هو انت مش كنت لسه هنا؟ انا جايه البيت. وحشك؟ اقعدي يا شهد لما نشوف اخرتها ايه. انا جايه اخد بيتي. نعم؟ جايه اخد بيتي. بنتك ايه يا حبيبتي اللي تاخديها؟ ايوه انا جايه اخد بيتي. ليه يا ماما بتاعي؟ انت هتمنعيني اخد بيتي؟ امنعك يا حبيبتي؟ لا ما تمنعنيش. انا اللي ربيت وانا اللي كبرت يا حبيبتي. لا يا الأم حبيبتي. مش اللي تخلف، الام اللي تربي وتكبر. لا والنبي حوشي. يا حبيبتي جايه تاخديها ليه؟ هاجي اخدها، خلاص جبت شقه الحمد لله. انت جبتي شقه؟ كتبتها باسمي. انت بجد والله؟ طبعا، عشان ما تتشحططيش زي امك. ايه ده؟ انت هتروح موافقه تروحي معاها؟ ومالك ضحكتي كده والضحكه مالت وشك؟ هي امي برضه دلوقتي بقت امك يا شهد؟ ايوه. بعد كل اللي انا عملته عشانك ده يا شهد، وقعدتك معايا ومصاريفي انا اللي صرفتها عليكي وكل ده وكل ده راح في الارض يا شهد؟ تقول لها اجي معاكي؟ ما هي ماما برضه، وبعدين انا مش هسيبك يعني، هجيلك كده يا شهد. هروح لها. قومي يا قلبي، قومي لمي هدومك يا حبيبتي، واي حاجه ليكي هنا لميها وتعالي يلا. انا هجيلك، مش نروحوا شقتنا الجديده يا كده يا شوش. شهد. مش هسيبك والله، هجيلك انا، بس هي برضه ماما. يعني ايه بعد سابتك ده كله يا شهد وانا اللي قعدت وربيت وكبرت ودلوقتي بقت ماما يا شهد؟ معلش. مهما تعملي يا ما كانش شيماء. بايديها، هي ما كانش بايديها برضه. كانش بايديها، ما رميتك وخدت بعضها وسابتك يا شهد ليا، ما كانش بايديها. كان غصب عني، وانت عارفه انت عارفه ان هي كانت رايحه حته طويله، وانت عارفه ان انا غصب عني عشان ما كنتش لاقيه حته اقعد فيها، كنت متشحططه، فانا مش هشحططها معايا، كفايه انا اشتغلت وكافحت ومسحت سلالم عشان اجيب لها الشقه، عشان اقعد انا وبنتي، وكتبتها لها باسمها عشان ما تتشحططش زيي. عمال ما فهمت يا فكرتي ان شيماء؟ بيت يا هلا ما كانش ينفع الله يعينك يا اخدها، هلا. هتتبهدل معايا. كنت من هنا لهنا، ما كانتش اللي هتعرف استبني اللي ترتاح. قاعد. استبني بقى، ما استبنش يا حبيبتي، الام يلا يا قلبي روحي لمي حاجتك. ما تزعليش والله، انا هجيلك، بس هي عشان هي برضه هي امي، مش عارفه ان هي تعبانه فهي محتاجالي برضه. هو انت لحقتي يا حبيبتي تعملي مبلغ وتجيبي شقه؟ جبتيه منين؟ لا يا حبيبتي ده ورثي من ابويا. ورثك؟ مع شغلي طبعا.
ان انا طفحت الدم وطفحت الدرجي، جبت لها شقه وكتبتها لها باسمها عشان ما تتشحططش زي امها بعد كده. كان عليكي بايه يا هاله؟ ما انت كنت قاعده معززه مكرمه، انت اللي شحططتي نفسك يا هاله، محدش شحططك. لا يا حبيبتي، ما تعمليش ذنبك علينا يا هاله. ما كنتش قاعده معززه مكرمه، كنتش بتغيري مني من اي حاجه. بغير. قومي يا شهد لمي حاجتك حبيبتي، قومي. روحي يا حبيبتي روحي. ما تزعليش يا عمتي والله هجيلك، بس هي برضو امي وكانت تعبانه وكده. ماشي يا حبيبتي روحي. عشان ايمن من حاجه. روحي يا مربي في غير ولدك يا بني في غير ملكك. صح يا شيماء، مهما تربي مسيرها لامها. ماشي يا هاله. عرفتي بقى؟ ماشي. عرفتي يا حبيبتي ان عامة مهما أي تربي مكان شهد فيه مرتاحه فيه، انا اللي مرتاح عادي يا هاله، خديها. انت عارفه يا مربي في غير ولدك يا باني في غير ملكك، لفت وهترجع لي هتقعد معايا. ما كانش ينفع اقول لها تعالي زمان، كانت هتتشحطط وانا عمري ما شحططت. قعدت هنا بين ابوها وبينك عشان ما تتبهدلش، لكن لما ربنا كرمني وخدت ورثي مع شغلي مع كفاحي مع قرفي، انا جبت لها شقه وكتبت لها عشان برضو ما تتشحططش وتدوق اللي امها دقته. يلا يا شهد. ماشي يا هاله، خديها يا هاله، خديها. بس انا برضو يكفي ان انا ربنا هينوبني ثواب فيها على حق تربيتك. كفايه انت خدتيها مني عروسه. لو هينوبك ثواب كتير على اللي كنت بتقولي عليا، عادي. ماشي والله. افعل يا ابن ادم كما تدين تدان، عادي. ماشي يا هاله، شايلتها لي انا يعني عادي، مفيش مشكله. اللي على راسه بطحه ماشي. حسس عليها. ماشي يا هاله. يلا يا شهد. حاضر يا ماما. يلا يا حبيبتي. هلا لميتي هدومك يا شهد؟ انت كنت محضراها؟ انت كنت زمانك كنت عارفه ان هي جايه يا شهد. والله ما كنت عارفه. ماشي يا شهد. ماشي. يلا يا حبيبتي. عامة بيتي مفتوح يا شهد، منين ما تحتاجيني هتلاقيني. مش هتحتاج لك ان شاء الله. ماشي يا هاله. ماشي يا حبيبتي، انا ان شاء الله مش هخليها محتاجه حاجه. ماشي. دي كلمة كتر خيرك يا هاله. كتر خيرك. كتر خيرك قوي. سلام عليكم. ماشي مع السلامة. يلا يا شهد. صح المثل ما كتبش. يا مربي في غير ولدك يا بني في غير ملكك. ربيت وكبرت وعلمت، في الاخر راحت لامها. يلا عوضي على الله.